السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد، روتين كده خفيف كده على الماشي يعني. عايزة قبل ما نبدأ الفيديو احب ان انا اقول لكم ان انتوا بجد منوريني، ويا ريت ما تنسونيش لو اول مرة تشوفيني يعني يا ريت ما تنسونيش باشتراك في القناة، وكمان تحطي كده لايك حلو كده من ايدك وكومنت كده يشجعني، علشان اجي اصور كل يوم كده معاكم، وباذن الله كده نشجع بعض ان شاء الله. ده في اول الفيديو بتاعي كده بدأته من الصبح لما كنت بعمل للولاد اللانش بوكس بتاعهم يعني علشان يروحوا المدرسة. انا ما عادش حد بيروح غير مالك يعني وملك، لان مليكة الصغيرة قعدتها طبعا، لان زي ما انتوا عارفين الحضانة خلاص بقى هتقعد يعني، او خلاص ما عادش حد بيروح يعني كتير وكده، فقعدتها. وبعدين عملت لهم بقى اللانش بوكس بتاعهم وتوكلوا على الله كده وراحوا المدرسة. وبدأت ان انا اعمل لنا احنا بقى الفطار. الاستاذة طبعا مليكة طلبت بطاطس محمرة، فطبعا قلت اعمل لها هي واخوها الصغير شوية بطاطس محمرة كده جنب الفطار. وده كان بقى الفطار، فرحت بقى عشان اعمل شوية شاي حلوين كده جنب الفطار، ونفطر كده ونقوم نتوكل على الله بقى نشوف ورانا ايه، ونبتدي نعمل بقى ايه اللي ورانا. هنا كان عندي غسيل على الحبل، فقلت ان انا اشيله كده علشان هنشر تاني مكانه. يعني انتوا متخيلين يا جماعة؟ بشتري الغسيل وبحط تاني غسيل مكانه. انا حاسه ان انا اكتر واحده في الدنيا دي بقى عندي هدوم وبغسل غسيل يوميا. زي ما انتوا شايفين كده، نادرا جدا لما الحبال عندي تكون فاضيه يعني. معظم الاوقات زي ما انتوا شايفين اشتري الهدوم واحط غيرها، اشتري الهدوم واحط غيرها. فربنا يعيننا يا رب جميعا ويقوينا ان شاء الله. عايزه بقى اقول لكم بقى ان انتم بجد يعني يعني انتوا اضفتوا لحياتي معنى حلو قوي والله، ما هوش كلام. ربنا هو اللي يعلم ان الكلام اللي انا بقوله لكم ده طالع من قلبي بجد. انا بجد مبسوطه قوي قوي بيكم. وبحب ان انا اصور علشان بحس كده ان في تواصل ما بيننا. حتى لو انتوا ما انتوش يعني التواصل ده يعني من التليفون او اللي بينا فيديو انا بصوره لكم، بس بحس ان انتم كلكم انا عارفاكم وشايفاكم، برغم ان احنا لسه مش كتير. بس باذن الله باذن الله بتوفيق ربنا وبدعمكم ان شاء الله القناة هتكبر. انا متفائلة خير بجد والله الحمد لله. حتى لو كل يوم مشترك واحد بس بيخش لي، انا مبسوطه بيكم والله يا جماعه، وحياة ربنا اللي عالم مش كلام. فبفرح جدا لما ادخل القناه والاقي في مشترك زاد معانا، وبحس ان انا كل يوم عيلتي بتكبر يعني. كنت بسمع الكلام ده من اللي هي الناس اللي هي يوتيوبر كبيره وكلام من ده، الناس اللي انا بتابعها وبحبها. يقعدوا يقولوا انتوا عيلتنا، انتوا عيلتي، انتوا اخواتي. فكنت بحس يعني كلام، هو انتي تعرفوهم منين؟ ده هو كل اللي بينكم كومنت، لايك، في الاول وفي الاخر مش عارفين بعض ومش شايفين بعض. بس لا، لما انا بقيت في الموضوع لا فعلا يعني في بيبقى في تواصل روحاني كده سبحان الله، ما بين يعني صانع المحتوى، سواء اي محتوى بقى مش شرط المحتوى بتاعي، اي محتوى بينه وبين الناس اللي عنده، او بينه وبين المشتركين بتوعه او الناس اللي معاه. بجد بيبقى فيه كده ايه تواصل حلو قوي. هنا بقى كنت نشرت الهدوم، لميت الهدوم ونشرت الهدوم، وده كان البلكونه عندي زي ما انتم شايفين كده مليانه من اولها لاخرها، ما شاء الله اللهم بارك. فنشرت بقى الغسيل بتاعي بالشكل ده، وقلت بقى ايه اقعد اطبق انا الغسيل. ما جبتش طبعا تطبيق الغسيل معاكم، فقلت كفايه عليكم هدوم لحد كده يعني. كان عندي شويه مواعين صغيرين مش كتير، حاجات بسيطه بس بتاعه الفطار، فقلت كمان المها كده. النهارده الفيديو بسيط معانا، يعني ما فيش فيه تفاصيل كتير، بس عشان انا ما نزلتلكوش فيديو امبارح، فقلت النهارده كمان مش هغيب عليكم. وبصراحه انا التصوير بقى يعني جزء من يومي. مش بحب اغيب عليكم. انا خدت عهد على نفسي قدام ربنا ان انا لما هرجع تاني اشتغل مش هقطع ومش هطول، غير لو في ظرف طبعا. ربنا يا رب يعافينا يا رب، وما يكتب لنا غير كل خير. لو في حاجة لا قدر الله يعني ايه منعتني وكده.
بصراحة انا ابني الصغير والله تعبان، الحمد لله على كل حال. اخد دور برد كده جامد شوية، ومش عايزة اقول لكم بقى عامل فيا ايه. فيعني كويس قوي ان انا عرفت اصور لكم النهاردة شوية الحاجات البسيطة ديت. فعايزاكم كده تدعوا له ان ربنا يا رب يشفيه. زي ما قلت لكم والله انا بحس ان انتوا اخواتي واهلي، وبحس كده ان انا لما بتكلم معاكم ان انا بتكلم من قلبي ومن وبطبيعتي. وبحس كمان ولما بلاقي حد كمان بيرد عليا في الكومنتات بيرد على كلامي يعني بفرح جدا، بصراحة بفرح جدا. بحس ان انا يعني ولو حتى حاجة بسيطة بأثر فيكم، حتى لو حاجة بسيطة. فربنا يعيننا جميعا. طبعا الروتينات دي يا جماعة روتينات تشجيعية، بنشجع بعض. يعني انا لو انا واحدة قاعدة كسلانة، مش ورايا حاجات ومش عايزة او مش قادرة اقوم اعملها او كسلانة عنها، وفتحت فيديو واتفرجت على واحدة قاعدة بتنظف وبتغسل وبتعمل اللي وراها، انا هغير. يعني هي دي غيرة شريفة، فاهميني؟ فانا لو انا بتفرج وعندي حاجه في الحوض، وشايفه واحده قاعده بتغسل في المواعين بتاعتها ومخليه المطبخ بتاعها نضيف كده وزي الفل، انا هغير، انا كأمل هغير. اقوم اتشجع واقوم اشوف اعمل اللي ورايا. بس هي ديت الفكره بتاعت الفيديوهات الروتين. فطبعا ما ننساش الاستغفار والصلاه على الرسول في واحنا واقفين كده زي ما احنا متعودين. فربنا يا رب يعيننا جميعا يا رب على ذكره وشكره وحسن عبادته يا رب، اللهم امين. فحبايبي انا بفكركم اهوت للمره التانية، يا ريت ما تنسونيش باللايك، علشان اللايك ده بيحسسني ان انتم مهتمين بالفيديو ومهتمين بيا وبتقدروني. فما تنسوش تحطوا لي اللايك من ايدكم الحلوه كده. ويا ريت كمان لو كتبت لي كلمه حلوه كده تجبر بخاطري، ربنا يجبر بخاطركم جميعا يا رب. طبعا جبر الخواطر ده حاجه عظيمه جدا من ربنا يعني. فربنا يجعلنا كده يا رب دايما نجبر بخاطر بعض دايما يا رب. وما نكونش يا رب سبب في كسرة خاطر حد ابدا يا رب، اللهم امين. انا وانتوا وكل اللي سامعني يا رب. هنا بقى خلاص خلصت المواعين بتاعتي بالشكل ده، وخلصت المواعين بتاعتي بقى وخليت المطبخ زي الفل. زي ما قلت لكم النهارده كان اليوم بسيط وخفيف، ما عرفتش اعمل فيه تفاصيل كتير زي ما قلت لكم عشان ابني تعبان. غدانا النهارده كان رز، كنت عامله رز وجبنا سمك وشوينا سمك يعني وكده. وكان ده الغدا بتاعنا، فما صورتوش معاكم. انا مش عارفه ليه دايما لما باجي اصور باجي اسجل الفويس بتاع الفيديو، ولادي بيحللهم كل الطلبات اللي في الدنيا بيطلبوها مني في التوقيت ده، مش عارفه ليه. ربنا يا رب يهديهم جميعا يا رب. طبعا بعد ما خلصنا الروتين الجامد ده، هو مش جامد ولا حاجة الصراحة يعني. قلت بقى اعمل كوباية قهوة، ما صدقت ان هو كان نام شوية، وقلت يعني نفسي في كوباية القهوة دي، انتوا متخيلين من الصبح ومش عارفة اقوم اعملها منه. يعني انتوا عارفين الولاد الصغيرين لما يكونوا، بالذات لما يكون طفل عنده سنتين او سنة، لما بيبقوا تعبانين بيبقوا ماسكين فينا قوي. فربنا يا رب يشفيه ويشفي كل مرضى المسلمين يا رب. وده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.